شهر ابريل 2024 يتعرض في السينمات الامريكيه فيلم سيفل وور او الحرب الاهليه. الفيلم بيتوقع حدوث حرب اهليه في الولايات المتحده وانقسامها لاربع مناطق جغرافيه، وفي اربع قوى بتتصارع على الحكم. وبيحكي قصه الفيلم ان في 3 صحفيين بينطلقوا في مهمه من نيويورك الى العاصمه واشنطن عشان يعملوا مقابله صحفيه مع الرئيس المستخبي في البيت الابيض، وبيتحكم من جوه في القوات الحكوميه والحرس الجمهوري واللي بتسيطر على 15 ولايه بس، وبيحاربها التحالف الغربي الWF اللي بتقوده تكساس وكاليفورنيا. ولما يوصل الصحفيين للبيت الابيض يلاقي قوات الانقلاب بتستعد لاقتحام العاصمه عشان تقتل الرئيس الغير شرعي، والفيلم ينتهي باغتيال الرئيس وفوز تحالف فلوريدا. لو سالت اي حد هو مين اللي فاز بالانتخابات الامريكيه هيرد عليك على طول ويقول لك دونالد ترامب. طبعا خليني اقول لك يا صديقي ان ترامب رسميا مش هو اللي كسب الانتخابات، الكره لسه في الملعب والماتش مكمل معانا لحين انعقاد المجمع الانتخابي. واللي زود الطينه بله هي فرحه الشعب الامريكي وتهنئه رؤساء العالم لترامب، وده اللي هيزود خطوره الموقف وممكن امريكا تشهد حرب اهليه زي اللي حكينا عنها في الفيلم سيفل وور. الملايين اللي انتخبوا ترامب يوم 5 نوفمبر لو شافوا ان هاريس هي اللي هتحكم في البيت الابيض الدنيا هتقوم ومش هتقعد، ده غير ان الجيش هيكون في صف هاريس والموضوع هيكون بدايه سقوط الامبراطوريه الامريكيه. طب ايه الحكايه وازاي ترامب لسه ما كسبش؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من برنامج الخلاصه. خلينا نرد على السؤال الاول، هو ازاي ترامب مفس بالانتخابات؟ بص يا سيدي، امريكا نظام الانتخابات عندها مكون من مرحلتين. اول مرحله وهي اللي شفتوها يوم 5 نوفمبر واسمها التصويت الشعبي، ودي غير معترف بيها دستوريا. المرحله الثانيه ودي المعترف بها دستوريا واسمها المجمع الانتخابي. طب خلينا ابسط لك الموضوع. عدد الولايات الامريكيه هم 50 ولايه، وكل ولايه بتختار مندوب عنها هو اللي بيختار الرئيس الامريكي، وعدد المندوبين دول بيكون 538 مندوب، وكل ولايه هي اللي بتختار المندوبين عنها ودول هم اللي بينتخبوا الرئيس الامريكي، وعددهم بيكون 538. هتقول لي طب ازاي؟ ده كل الشاشات كانت عارضه اصوات المندوبين دول وكلها كانت رايحه في اتجاه ترامب. هقول لك دي نتيجه افتراضيه غير واقعيه، عشان العرف السائد في امريكا وهو ان المندوب بيختار المرشح اللي اختاروه المواطنين في الولايه بتاعته، لكن ده يبقى عرف مش رسمي. لكن الرسمي هو القانون اللي بيحكمها الدستور، والدستور بيحدد مرحله ثانيه ودي بتتعمل يوم 17 ديسمبر، وفيها ان ال 538 مندوب بيتجمعوا كلهم عشان هم اللي يصوتوا بنفسهم، ويحق لاي مندوب انه يختار براحته سواء مع رغبه الناس او ضد رغبته. والمرشح اللي بيقدر يفوز ب 270 صوت من المندوبين دول هو اللي بيكون رئيس امريكا، وده بحسب الدستور. وحصلت كتير جدا ان التصويت الشعبي يختار مرشح ويجي المندوب بعد كده يختار مرشح تاني خالص، وكانت بتعدي لان الاعلام وقتها كان بيروج لاسباب تاني خالص مش على انه تحدي لاراده الجماهير. في 2016 هيلاري كلينتون هي اللي فازت بالانتخابات الشعبيه يوم 5 نوفمبر، لكن في 17 ديسمبر في المرحله الثانيه انقلب عليها 5 مندوبين واختاروا ترامب، عشان كده ترامب هو اللي تعين رئيس الولايات المتحده وقتها. طب ادام الموضوع بيمشي كده ليه تم الاعلان عن فوز ترامب والعالم كله بقى يهنيه؟ ده يا صديقي لان العالم كله طالع عينه من الديمقراطيين، وترامب بنفسه اعلن فوزه عشان يكسب معركه الاعلام ويضغط على النائبين اللي هيصوتوا له في المرحله الثانيه. ده غير انه بيرسخ حقيقه في العقل الجامعي الامريكي والدولي انه خلاص كسب، وده بيزنق اللجنه اللي بتدير الانتخابات. ترامب هنا بيقفل عليهم سكه التلاعب والتزوير وبيزنقهم في كورنر، خصوصا في ظل اكتساحه للتصويت الشعبي. طب نفهم انه بيعمل كده للضغط على الاعلام. ايه بقى اللي خلى رؤساء العالم كلهم يهنوه؟ ببساطه عشان يقدروا يخلصوا من الديمقراطيين وتحكماتهم وسيطرتهم، بيتخلصوا من تيار بيرعى الفوضى والفساد والحروب والفقر والبلطجه، تيار افقر كل العالم، تيار نشر التضخم والفقر والبطاله والجوع في كل دول العالم، تيار بينهي حياتك وكمان بياخد منك ثمن الرصاصه اللي هيقتلك بيها. زعماء العالم اللي بعتوا رسائل تهنئه لترامب عارفين كويس جدا ان اللعبه لسه ما خلصتش وان لسه في شوط تاني من المباراه ونتيجه اهم من الشوط الاول، لكنهم بيرسخوا في العقل الجامعي الدولي ان خلاص الديمقراطيين هيرحلوا. ده بجانب فوز ترامب، وده هياخدنا لحاجتين. اول حاجه هي حرمان المجمع الانتخابي ولجنه الانتخابات من فرص التلاعب والتزوير في المرحله الثانيه يوم 17 ديسمبر واجبارهم على اعلان فوز ترامب ورحيل الديمقراطيين عن العالم. تاني حاجه دفع امريكا للفوضى الداخليه الشامله لو اصرت اللجنه الانتخابيه والمجمع الانتخابي على خلاف الحقيقه، واللي اكدها ترامب ومعاه زعماء العالم كله في المرحله الاولى. وده بيهدد امريكا بحرب اهليه، خاصه ان كل مواطن هناك مع سلاحه، يعني محدش هيقدر يوقفهم لو الرئيس اللي جه مش هم اللي اختاروه. سواء دي او دي العالم كسبان كتير برحيل الديمقراطيين، وهيكسب اكتر لو دخلوا
دخلوا في فوضى وحرب اهليه. انت تعرف انك لو سالت دبلوماسي امريكي هي الانتخابات عندكم ماشيه بالديمقراطيه فعلا والرئيس هيكون من اختيار المواطنين، هيقول لك مواطنين مين اللي تختار اهم رئيس على وجه الارض. احنا لو بنسمع كلام الناس ما كانش زماننا بقينا امريكا العظمى. الناس تختار افضل لاعب، افضل مطرب، ممثل، عازف، ده اخر اللي الناس تختاره. ما ينفعش تختار حد في ليفل اكبر من كده. احنا بنسيبهم يعيشوا اللحظه بس ويحسوا انه ليهم صوت، وبعد ما كل واحد يروح بيته بيجي المجمع الانتخابي ويصحح اصوات الجماهير ويختاروا المرشح الصح يوم 17 ديسمبر. طب ماذا بعد 17 ديسمبر؟ بص يا سيدي، بعد ما مندوبين كل ولايه يصوتوا لصالح مرشح معين بنيجي اليوم 25 ديسمبر يستلم رئيس مجلس الشيوخ الاصوات دي عشان يفرزها. بعدها يجي يوم 6 يناير يجتمع الكونجرس في جلسه مشتركه برئاسه رئيس مجلس الشيوخ. خلي بالك ان اللي بيشغل المنصب ده حاليا هو كامالا هاريس، وهي اللي هتعلن النتيجه النهائيه. يعني كامالا هاريس هي اللي هتعلن فوزها او خسارتها في الانتخابات دي. عشان بعدها نيجي اليوم 20 يناير وعلى سلم مبنى الكابيتال في العاصمه واشنطن يقام حفل التنصيب وحلف اليمين للرئيس الامريكي والنائب بتاعه. انت بقى تفتكر المجمع الانتخابي هينساق لاراده الشعب ويختار ترامب ولا يخالف توقعاتنا كلنا ويختار كامالا هاريس؟ مستني رايكم في الكومنتات، ولو عجبكم بالفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناه. سلام.